بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كما تكونوا بخير، نلقاكم وصفاتي بخير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. بأسهل وأنجح طريقة غادي نحضروا اليوم العجينة المورقة. إذا المقادير غادي نحطها لكم في الفيديو. العجينة اللي درت فيها 900 غرام فرينة، كاس لاتاي زيت، القليل من الملح، ورونتها بالماء بارد. المهم ما نجريهاش وما نيبسهاش، تكون عادية. اذا حليتها مليح، زريت المايزينا، حليت العجينة، ربيت 500 غرام تاع مكرونة التوريق، ربيت عليها ولويتها بهذا الشكل. لويتها بهذا الشكل، عاودت خلطتها مليح مليح بالرولو، وطبعا راني مدريه المايزينا. اذا نقعد نحل فيها بهذه الطريقه. اذا العجينه المورقه نستحقوها بزاف لشهر رمضان الكريم. ندير بها لي كورني، نديرو بها لي كيش، نديرو بها حتى كوكا، كاين اللي يدير بها كذلك ميني بيتزا، كاين يدير بها لي مونشون، كاين يعني نستحقوها بزاف. اذا ماذا بينا نحضروها ونديروها في الكونجيلاتير. في الكونجيلاتير تقعد لنا حتى 6 شهور، اما في الثلاجه يعني ما لازمش تفوت 6 ايام. اذا حليتها بهذا الشكل كيما هكا، ونعاود نطبقها. دوك نوريكم الطريقه تاع التطباق تاعها. اذا نعاود نردو العجينه الى الوسط هكذا، نطرسوا الخط تاع الوسط ونطبقوها باش نديرو دوبل تور. اذا هذا هو دوبل تور. دروك نقلبوها كيما هكا. اذا هذا هو التور الاول مباشره، يعني ما خلوهاش تبرد في الثلاجه كما كنا نديروها في الماضي. نعاودو نحلوها بنفس الطريقه. اذا ونعاود نطبقها كذلك. اذا نطبقوها كذلك دوبل تور واحد اخر. اذا وهذا هو التور الثاني. اذا هكا، ونخلوها تريح يا ربي 5 دقائق حتى ل10 دقائق ما نفوتهمش، ونعاود نحلها المره الثالثه كذلك. اذا كيما هكا، ونعاود ثاني نقفلها. اذا هذه هي المره الثالثه. نعاودو نخلوها 5 دقائق الى 10 دقائق، ونعاودو نحلوها المره الرابعه. اذا كما قلت لكم نحضروها، نديروها في اكياس غذائيه في الكونجيلاتير، ونجبدوها يعني نجبدوها في النهار، يعني تحت 3 غادي تذوب ونخدموا بها عادي. اذا هنايا التور الرابع، هاي راني حليتها مليح. وفي الفيديوهات المقبله ان شاء الله غادي نخدموا بها ونستعملوها ونشوفوا واش نحضروا بها. اذا هذا هو التور الرابع. هنايا زدت درك نجيبو خدمي، وطبعا نفضها كل مره نفضها من المايزينا، ما خليش المايزينا لاصقه فيها. اذا هذا هو الشكل تاعها النهائي. شوفوا كيف تبان بلي راهي مرقه. ان شاء الله كامل تحضروها، طريقه سهله وبسيطه. هذه من التحضيرات الاولى لشهر رمضان. ديروا لي جيم، بارطاج، كومنتير باش نزيد التحضيرات. والسلام عليكم.